طيب، في تاريخ السينما المصرية لو جينا سألنا وقلنا ايه اهم الافلام من حيث التمثيل والتفاصيل والسيناريو والحوار والاضاءة وحتى الديكورات، لازم تجيب فيهم سيرة فيلم الكيت كات، فيلم من اخراج العظيم داود عبد السيد، وده يعتبر علامة من علامات السينما المصرية. فخلينا نشوف ليه الفيلم ده عظيم. الفيلم ده كان بطولة يوسف اللي هو شريف منير، وشخصية الشيخ حسني كانت مجرد شخصية كوميدية جنبه، بس عند داود عبد السيد بصلها من ناحية تانية خالص، وتحول الفيلم من بطولة يوسف للشيخ حسني. الشيخ حسني اللي طول الفيلم مصمم انه بيشوف احسن مني ومنك في النور وفي الضلمة كمان. لو حبيت تشوف الشيخ حسني الحشاش واللعمة اللي مقضيها ضحك وهزار وتضحك وتقول ياه ده حتى اللعم فرحان رغم كل اللي بيحصله، لو انت شفت الفيلم كده فلازم تشوفه تاني وتالت ورابع بعين مختلفة خالص. الشيخ حسني اعترف لك في اول الفيلم انه شايف احسن منك ومني كمان. في اول الفيلم واحد بيسأله انت عميت ازاي يا شيخ حسني؟ سؤال واضح مش محتاج كيمياء يعني، انا عميت عشان كذا وكذا. بس الشيخ حسني ما جاوبش ولا اهتم اصلا انه يرد على السؤال. الشيخ حسني ما ردش عليه، بس حكى له قصة ملهاش علاقة بالعم، انه كان في مرة خرج على شط النيل وشاف واحدة بتغير هدومها وبحلقت، وبعدها راح النور. صاحبه قال له عميت؟ رد الشيخ حسني وقال له راح النور يا حمار، مش عميت، خلي عند اهلك نظر، انا شايف احسن منكو في النور وفي الضلمة كمان. الشيخ حسني الراجل اللي مش مثالي ولا قدوة، والمخرج مهتمش انه يطلعه كده، بالعكس شخص عادي بيحب العود وفي اخر الليل حشاش ونسوانجي، واللي باع بيته عشان يشتري الحشيش من الهرم. هو مش عاوزك تتعاطف معاه ولا تكرهه، هو عاوزك تشوف الانسان بكل مصايبه وافعاله وحقيقة النفس بكل تكوينها جوه الحارة المصرية، بفلسفة داود عبد السيد، بالعجز والحلم في نفس الوقت، والمسافة بين قدرات الناس المعدومة وبين أحلامهم وطموحهم. الشيخ حسني شخصية من شخصيات كتير في الكيت كات، كلهم بيتحسروا على حالهم، وكل شخصية وليها مشاكلها اللي مختلف عن التاني. إلا الشيخ حسني المجتمع مضلم، المجتمع أسود، هو شايف لونه الحقيقي الأسود فبيتعامل طبيعي معاه، وده اللي محسسه إنه مفتح وسط العميان. ووسط كل ده يجي يوسف ابن الشيخ حسني، الشاب اللي اتخرج واللي مش لاقي شغل، او بمعنى اصح مش عاوز يشتغل او حتى يئس انه يدور على شغل، عشان يريح عقله ويخلي ابوه كبش الفدا لعجزه واكتئابه، مع انه ورث عن ابوه حبه للعود، وبالرغم ان سته حذرته من المزيكا اللي بوظت عقل ابوه وخوفته من العفريت اللي جواه اللي هيطلع عليه، اللي هيطلع ديله منه ويخنقه، بس هو صاحب العود وصاحب العفريت اللي جواه. وعلى نفس فصيلة الأب بيهرب من مشاكله بالليل حوالين البيرة وسط شلة زي الشلة اللي حوالين أبوه. يوسف العاجز إنه يعرف هو عاوز إيه، المهم إنه عاوز يسافر وخلاص، مش مهم ليه ولا عايز يعمل إيه. ومش بس الفقر أو العجز المادي هو سمة الحارة في مصر، وده عبر عنه سليمان السايغ اللي المفروض إن حالته المادية مستورة، اللي عايشين عيشة أفضل نسبيا وسط سكان الحارة في الكيت كات، رغم إنه ساكن في نفس البيت اللي قاعد فيه الشيخ حسني اللي على قده، بس العمى والسواد محاوط شقته بصورة زوجته روايح اللي بتخونه في قلب بيته، وبرضه محدش شايف ولا عارف غير صندوق الحارة الأسود الشيخ حسني. وما شفعش له عنده الصيغة والعيشة المستورة، مش بس كده دي تهرب منه ومن الحارة كلها. ويوم ما يفكر سليمان السايغ يجيب قرارها ما يجيبش غير الشيخ حسني. الشيخ حسني ولأنه عارف اللي فيها، ولأنه زي ما اتفقنا المفتح الوحيد وشايف الصورة بلونها الوحيد صح، لأنه ما عملش حاجة انه يدور عليها، بالعكس هو أول حاجة عملها انه رجع زمن الشقاوة تاني مع مرايح ذات نفسها وموعدها انه يجيلها بالليل. الشيخ حسني عارف انه مش حلال عقد الحارة او كبيرها اللي يخلص اي مشكلة، المشكلة مشكلة النور اللي قاطع على الكل، الضلمة. هو عقله وقلبه متعلقين بموتوسيكل سليمان الساغ، هو مقتنع انه شايف انه يقدر يسوقه، اصل ايه الجديد في الحارة يعني اللي يخليه ما يسوقش الموتوسيكل، ما يضبش في الضلمة اللي هو شايفها على حقيقتها. الشيخ حسني بيشوف احسن من اي حد في الحارة، في النور وفي الضلمة كمان. داود عبد السيد عشان يحسم لنا الجدل بتاع بصيرة الشيخ حسني فجاب لنا اللعمة التقليدي اللي بعصاية ومشيته المعروفة عشان يوصل الرسالة واضحة، ومفيش أوضح من كده عشان يوصل رسالة الفيلم، وده بيبان في طريقة مشية الشيخ حسني واللعمة اللي جنبه، وإنه إزاي بيطلع له ورقة أو صورة، وبيشرح له إزاي هو متصور مع جمال عبد الناصر بنفسه. ودي رسالة جميلة جدا بيوصلها داود عبد السيد، إزاي اللعمة العادي وإزاي الشيخ حسني بيتعامل مع الناس. والمشهد اللي مش بس من أعظم مشاهد الفيلم، ده أكيد من أعظم مشاهد السينما المصرية كلها، لحظة الحقيقة اللي قدر فيها الشيخ حسني يقلع فيها قناع الضحك
والنكت والإفيهات عشان يفضفض ويرمي همومه وحمولته كلها وحقيقته عريانة على عتبة عم مجاهد بتاع الفول اللي استحمل منه لومه وعتابه على بيع البيت. الشيخ حسني لخص له الحكاية مش حكاية بيت وحيطان وعفش وسلالم يا عم مجاهد. المشكلة مشكلة الناس اللي عايشة أو يبدو إنها عايشة ولازم تعيش عشان دي سنة الحياة. اتولدوا وكبروا ولازم يعيشوا ويحلموا بالأحسن. وكان هنا رسالة داود عبد السيد بيوصلها. عم مجاهد ميت وما سمعش الشيخ حسني أصلا. أعمى فضفض لميت عشان يشيل الشيخ حسني عم مجاهد في عربية الفول في ضلمة الحارة في مشهد عظيم. ميت وحي وبس كده. وبعدها بيتكلم الشيخ حسني في جنازة عم مجاهد وميكروفون جنازة عم مجاهد وقال عيوب كل المنطقة اللي محدش قدر يقولها عشان محدش يحس بعجزه. واللي ضحك هو ابنه يوسف وقال مشكلة ابويا انه مش قادر يقتنع ان هو ويوسف بنفسه بعد الجنازة ركب ورا الموتوسيكل تاني في مشهد يصور لنا جيل الشباب وهو مسحوب من العواجيز اللي مصممين ان هم برضو اللي يسوقوا، والجيل الجديد شايف من وراهم على الموتوسيكل ان هم سايقين غلط ماشيين يضبشوا، والنتيجة الحتمية انهم يعملوا حادثة ويقعوا في النيل وتنتهي قصة الشيخ حسني والكيت كات. ويوسف يصرخ ويقول في ابوه ويقول له يابا انت راجل اعمى، ويصرخ في الشيخ حسني نفس صرخة البداية انا بشوف احسن منك في النور وفي الضلمة كمان، انا شايف الصورة على حقيقتها. ومن هنا تخلص حلقتنا عن الشيخ حسني والكيت كات. ولو عجبك الكلام متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وقولي في الكومنتات ايه احسن فيلم مصري او عربي شفته. وسلام.